الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين. أشارت بيانات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ICE إلى صدور أوامر ترحيل نهائية بحق المئات من المواطنين المغاربة والجزائريين والتونسيين المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. هنا في الولايات المتحدة قالت بأن هناك بالفعل نحو 495 مغربيا يواجهون الآن أوامر ترحيل نهائية، ولكن بالطبع المغرب ليس البلد الوحيد المتأثر. لو نظرنا إلى القائمة نجد عددا أيضا من الجزائريين والتونسيين الذين سيتم ترحيلهم. لدينا 306 جزائريين و160 تونسيا. هذا يشير إلى أن منطقة شمال أفريقيا كل دولها تتأثر بهذه الحملة. لو نظرنا إلى الأرقام بشكل أكثر حكيم نجد طبعا أن هذا الرقم الخاص بالدول المغاربية يبدو صغيرا. فقط أنوه لهذا الخبر العاجل الذي وردني للتو. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه سيستخدم معتقل غوانتانامو لاحتجاز مهاجرين غير نظاميين. ترامب يوقع قانونا لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين المشتبه في ارتكابهم جرائم.